وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وأحسن حال. في أواخر سن 40 وبدايات سن 50 بتبدأ تظهر تغيرات كتيرة جدا على الجسم، زي مثلا ظهور الشيب في الشعر وبدايات ظهور التجاعيد، وناس كتير بتبدأ تعاني من ضعف النظر. ولكن من أقوى التغيرات اللي بتحصل وهو تغير في مستوى الهرمونات في الجسم، وخاصة هرمون الاستروجين. الهرمون ده مش بس بتتركز أهميته في إنه بيدعم الجهاز التناسلي وبيدعم الأعضاء بتاعته والوظائف بتاعتها، لكن هو مهم جدا لقوة العظام وصحة القلب. ده كمان بيتحكم بشكل كبير جدا في المشاعر وفي العواطف. طب خليني أقولك النهاردة إزاي تقدري ترفعي هرمون الاستروجين من تاني بدون ما تلجئي أبدا للعلاجات البديلة. هكلمك عن أطعمة مهمة جدا وتاخديها إزاي وإيه الكمية المسموح بيها، وكمان هكلمك على فيتامينز مهمة وأعشاب مهمة جدا ونمط حياتي. لو عرفتي تستفيدي من الحاجات اللي هنتكلم عنها في حلقة النهاردة هتقدري ترفعي هرمون الاستروجين بشكل ممتاز جدا جدا في الجسم. هتلاقي ان أعصابك بقت أقوى بشكل كبير، حتى المفاصل اللي بتشعري بألم شديد فيها والأوقات طويلة هتلاقي انها بدأت تتحسن والألم بدأ يزول. كمان هتلاقي انه حصل تنشيط للدماغ، هتلاقي انك بتركزي اكتر، بتنتبهي اكتر. ده غير ان نفسيتك هتبقى احسن، هتحسي بثقة بالنفس وانك واثقة جدا من نفسك، وهيرتفع عندك هرمون الانوثة. من فضلكم خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. طيب امتى مستويات هرمون الاستروجين بتبدأ تقل في الجسم؟ بتبدأ في الانخفاض خلال سن 40 أو مرحلة انقطاع الطمس أو ما قبل انقطاع الطمس. وبرضو في أسباب تانية بتخليه يقل في الجسم، زي مثلا الولادة أو الرضاعة الطبيعية. طب ركزي معايا في النقطة دي، في أعراض مهمة جدا لانخفاض الهرمون ده هقولك عليها دلوقتي. حاولي تشوفي إذا كان ظهر عرض أو أكتر عليكي. لو كنتي في أي مرحلة عمرية فده معناه انخفاض الهرمون ده في الجسم. من الأعراض المشهورة ضباب الدماغ وعدم القدرة على التركيز بشكل كبير، ده غير مشاكل تانية زي الهبات الساخنة وعدم انتظام الدورة الشهرية وانخفاض الدافع الجنسي أو الرغبة الجنسية. ده غير تغيرات حادة في المزاج وتقلبات دايمة في المزاج والاكتئاب، وكمان الأرق وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي. في سيدات نقص الهرمون ده بيظهر عندهم مثلا في شكل هشاشة في العظام، وبتزيد عندهم الاحتمالية للإصابة بالكسور. سيدات تاني بيظهر عليهم الموضوع ده في شكل زيادة في الوزن. ده غير انه من أشهر المشاكل وهو جفاف المهبل. طيب ايه هي أشهر وأهم الأطعمة اللي أنا أستخدمها علشان أقدر أرفع هرمون الاستروجين في الجسم؟ أول نوع من الأطعمة وهو بذور الكتان أو الفلاكس سيد. بذور الكتان بتحتوي على نسبة عالية جدا من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ده غير إنها خالية من الجلوتين، ودي بتبقى ممتازة للأشخاص اللي بتعاني من حساسية الجلوتين. فالبذور دي مهمة جدا لأنها بتقلل من أعراض سن اليأس وانقطاع الطمس وعدم توازن الهرمونات في الجسم. ده غير إنها بتنظم الدورة الشهرية وبتحفز كمان من عملية التبويض. ده غير انها بتقلل خطر الاصابة بهشاشة العظام المرتبطة بانقطاع الطمس. طيب عايزاكي يوميا تستخدمي ملعقة كبيرة من بذور الكتان، سواء انك هتحطيها لحبوب الافطار بتاعتك، او لو مثلا عايزة تضيفيها سواء للكيك او المخبوزات، او لو عايزة تحطيها على العصاير اللي بتشربيها، او ممكن نستخدمها مع اللبن او الزبادي او السلطة او المايونيز. تاني نبات مهم جدا وهو الثوم. من أهم الأطعمة اللي بتعزز هرمون الاستروجين. هو بيعمل حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إنه بيزود هرمون الاستروجين في الدم، وكمان بيحمي الجسم من المشكلات اللي ممكن تصيبه بسبب نقص الهرمون ده، زي مثلا ضعف وهشاشة العظام، بل على العكس تماما بيساعد على تقوية العظام. ده غير إن هو علاج فعال جدا في مشكلة التهاب المفاصل أو في مشكلة الصداع المزمن. كمان بعتبره من الحاجات السحرية اللي بتساعد البشرة على الحماية من شيخوخة البشرة ومن الخطوط الدقيقة ومن التجاعيد. أنا عايزاكي تستخدمي من الثوم فص أو فصين يوميا الصبح على الريق. هتجيبي فص الثوم
وتطحنيه كويس جدا وتسيبيه لمدة 10 دقايق وبعدين هتقدري تاخديه. لكن اهم حاجة انك ما تسيبهوش اكتر من ساعة، لانه اكتر من ساعة مع الاسف ان هو بيحصل له تأكسد، ولما بيتأكسد مع الهواء بيفقد الكثير جدا من العناصر المميزة ليه. طعام مهم جدا جدا وهو الفواكه المجففة. عندك التمر والخوخ والمشمش المجفف من الفواكه المجففة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الاستروجين، كمان غنية بمعادن مهمة جدا زي الفوسفات والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فهي بتديكي مصدر طاقة عالي جدا، ولكن احذري بس لان سعراتها الحرارية عالية شوية، فاحنا مش عايزين نكتر من الفواكه المجففة، احنا عايزين نستخدم حفنة على قد الايد. طيب امتى افضل وقت تستخدميها فيها؟ لو كنت عايزة مثلا تاكلي حاجة حلوة بدل ما تلجئي للحلويات او الشوكولاتة، وكمان ممكن تستخدميها قبل ما تبذلي مجهود، سواء انك هتلعبي تمرين رياضة او هتنزلي مشوار، فتضمني ان السعرات اللي انت هتاخديها هتقدري تحرقيها في اقرب وقت. من الاطعمة الغنية واللي عايزاكي تبدأي تركزي عليها على الاقل مرتين في الاسبوع وهي الاسماك الزيتية زي السلمون والسردين والماكريل وكمان التونة. اولا ليها فوائد مهمة جدا سواء للقلب او للعين او كمان للدماغ، ده غير ان ليها فوائد فعالة لو انت عندك مشكلة التهاب المفاصل او بداية مشكلة انك بتنسي او مش بتركزي، وده لانها بتوفر لك دهون اوميجا 3 الاساسية ليكي. الدهون دي ليها تأثيرات مضادة للالتهابات وبالتالي بتمنع مشكلة تصلب الشرايين، وده بينعكس على صحة القلب وكمان صحة الأوعية الدموية. يعني كده بنقدر نحمي الجسم من حدوث سواء النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. ولو كان صعب ان انت تستخدمي الأسماك مرتين في الأسبوع، فممكن في الحالة دي نستبدلها بمكمل غذائي زي مثلا كبسولات الأوميجا 3، ودي من أشهر أشكال المكملات الغذائية اللي بتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية. بنستخدم منه كبسولة يوميا. من الأطعمة المهمة جدا وهي بذور السمسم. بذور السمسم ليها تأثير وقائي مهم جدا على القلب وعلى الكبد وعلى الكلى، ده غير ان ليها تأثيرات مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة وكمان من مضادات السرطان. ده كمان أحدث الدراسات اللي اتعملت سنة 2023 على مجموعة من النساء وجدوا انهم لما بدأوا يتناولوا بذور السمسم بشكل مستمر ان ده كان ليه تأثير إيجابي جدا على صحة العظام بتاعتهم، كمان منع هشاشة العظام بعد انقطاع الطمس. هنستخدم من بذور السمسم دي ملعقة أو ملعقتين كبار يوميا. من الأطعمة الموجودة والمتوفرة وهي مجموعة الفواكه الحمضية سواء البرتقال أو الليمون أو الكيوي أو الجوافة. أولا هي بتخفض مستويات ضغط الدم وبتخفض كمان من مستوى الكوليسترول في الجسم، ده غير انها بتساعدك على الحفاظ على صحة العيون وكمان انك تقدري تنزلي في الوزن، خاصة السيدات اللي عندهم مشكلة ثبات الوزن. كمان بتخفض فرص الإصابة بالسرطان وكمان بتقلل من مستويات التوتر بشكل ممتاز، ده غير انها بتساعد على تقوية جهاز المناعة وكمان تحسين صحة الدماغ، ده غير طبعا ترطيب الجسم. وأشهر حاجة للفواكه الحمضية وهي محاربة نزلات البرد أو أدوار البرد المتكررة بشكل كبير. داخل علينا فصل الشتاء هتلاقي ان البرتقال متوفر، اما الليمون فتقدري تستخدمي منه براحتك سواء على السلطة او تستخدميه في شكل عصير، لكن طبعا بسكر قليل او يفضل يعني بعسل نحل. ولو عايزة حاجة كمان ممتازة جدا للفواكه الحمضية ممكن نستخدم فراولة. انا مش عايزة اكتر من كوباية من الفراولة، هنحط فيها وحدات كده فراولة تقريبا من 9 ل 10 حبايات. اولا هي غنية جدا جدا بفيتامين سي وفي نفس الوقت السعرات الحرارية بتاعتها قليلة. من الأطعمة المهمة جدا وهي المكسرات. عندنا سواء اللوز أو الجوز أو الفول السوداني أو الكاجو أو البندق. المكسرات من الحاجات المهمة جدا اللي بتعزز بشكل كبير من هرمون الاستروجين في الجسم. عندك مثلا ان اللوز بيحتوي على الزنك والسيلينيوم وفيتامين ه، ودي فيتامينز مهمة جدا لتعزيز الصحة الجنسية وكمان تعزيز فرص الحمل والإنجاب لدى المرأة. احنا مش محتاجين ناخد من اي نوع من انواع المكسرات اكتر من 4 ل 5 حبات كل يوم، وحاولوا ما تزودوش لان برضو هي سعراتها الحرارية عالية. فاكهة مهمة عايزاكي تركزي عليها الفترة اللي جاية وهي الخوخ. الخوخ اساسي انا عايزاكي تاخدي من 2 ل 3 سواء يوميا او كل يوم والتاني او 3 مرات في الاسبوع. انا بعتبر الخوخ من فواكه الجمال اللي لو انت بتستخدميها بتلاقي انها انعكست بشكل كبير جدا على بشرتك
بشرتك وشعرك وعلى جسمك بالكامل. اولا الخوخ غني بمضادات الاكسده اللي هي الفلافونويدز، كمان غني بفيتامين سي وفيتامين الف اللي هو اصلا فيتامين الجمال. بالتالي ان انت لما بتبداي تستخدميه اول حاجه بتلاقي ان البشره بتاعتك اصبحت ورديه وممتلئه، وهتلاقي كده انها نضره ما فيهاش شحوب او تعب او اجهاد. ده غير انها بتقوي بشكل ممتاز جدا من الجهاز المناعي، ده غير انها بتحسن من الجهاز الهضمي وكمان بتقلل من الاضطرابات بتاعته. كمان من الفوائد المهمه تقويه النظر وكمان تحسين صحه العين، ده غير تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين صحه القلب وكمان الاوعيه الدمويه. خلينا نتكلم عن طعام مشهور موجود عندك دايما في البيت وهو البيض. على فكره البيض من اهم الاطعمه اللي بتعزز مناعه الجسم بشكل ممتاز، ده غير ان هو غني بالاحماض الدهنيه اللي بتظبط مستويات الهرمونات في الجسم. وخدي بالك ان معظم المشاكل اللي بتحصل لك بسبب اختلال مستويات الهرمون، ده غير ان هو مصدر مهم للبروتين والمعادن والدهون الصحيه، وبالتالي بيحمي القلب من الاصابه بالامراض المختلفه. ده غير ان هو بيحسن من نشاط الكبد وبيمنع كمان مشكله فقدان الذاكره. كمان بيساعد على انتاج الهرمونات وبيقلل خطر الاصابه بسرطان الثدي. ده غير ان لما بنستخدم البيض فاحنا كده بندعم الجسم بفيتامين د، معنى كده تعزيز صحه العظام والاسنان وكمان الدماغ. واخيرا انه بيساعد بشكل كبير جدا في تاخير علامات الشيخوخه، سواء شيخوخه الجلد او شيخوخه الخلايا. طيب بالنسبه للبيض احنا ممكن نستخدم منه 2 في اليوم في وجبه الفطار. اما مثلا لو كنت شخص رياضي او انت بتلعبي جيم او بتلعبي اي رياضه ممكن تستخدمي 2 الصبح و2 بالليل. 10 طعام وهو الزبادي. الزبادي من اهم واقوى مصادر البروبيوتيك. اهم حاجه انك تجيبيه من لبن طبيعي، يعني مش من لبن مصنع. اولا ده بيخلي الهضم عندك يتحسن بشكل ممتاز جدا، ده غير انه بيقلل من مشاكل كتير زي الاسهال او النفخه او الغازات. كمان بيحسن من صحه جهاز المناعه وبيقلل احتماليه الاصابه بالسرطان. الزبادي مصدر مهم جدا للكالسيوم، ومعنى كده ان انا بتفادى مشكله هشاشه العظام. ده كمان لما نستخدم الزبادي قبل النوم، بس قبل النوم مثلا بنص ساعه، فهو بيساعدك بشكل كبير جدا على حل مشكله الارق واضطرابات النوم، وهتلاقي نفسك انك بتنامي بشكل افضل بكتير، نوم اعمق وعدد ساعات اطول. طيب احنا عايزين ناخد كوبايه من الزبادي كل يوم قبل النوم بساعه او بنص ساعه على الاقل. اخر نوع من انواع الاطعمه وهو الكركم. الكركم بسبب العنصر النشط اللي فيه اللي هو الكركمين، فهو ليه فوائد مهمه جدا. اول حاجه ان هو بيخفف من اعراض انقطاع الطمس زي الهبات الساخنه وتساقط الشعر وكمان تقلبات المزاج. ده غير ان هو بيخفف من الم التهاب المفاصل، وكمان بيحسن الذاكره وبيساعد على علاج مشكله السكري. الكركم ممكن تستخدميه في 3 صور. اول حاجه ممكن تستخدميه مع حليب جوز الهند، او تستخدميه مع رشه من الفلفل الاسود، وده علشان نزود امتصاصه بشكل كبير جدا في الجسم. او ممكن نستخدمه مع الزيوت زي زيت الزيتون. تعالوا اكلمكم عن اقوى الفيتامينز المهمه جدا. اول حاجه معانا وهو فيتامين بي. فيتامين بي ده بيساعد الجسم على تصنيع هرمون الاستروجين وكمان الاستفاده منه. ده غير انه واحد من المغذيات الاساسيه سواء لصحه الدم او الدماغ. كمان بيحافظ على وظائف المخ والذاكره. ده كمان من الفوائد المهمه بتاعته انه بيحافظ على صحة الاعصاب بشكل ممتاز. اولا بتلاقيه بشكل ممتاز في الكبدة، سواء في كبدة البقر او كبدة الغنم. كمان موجود بنسبة عالية جدا في سمك السردين، ولو اخدتي شريحة واحدة من اللحم البقري هتديلك 200% من احتياجك اليومي منه. كمان من المصادر المهمة اللبن كامل الدسم، يعني الكوباية الواحدة من اللبن الكامل الدسم بتديلك 18% من الاحتياج بتاعك اليومي. اما تاني فيتامين مهم جدا وهو فيتامين د. فيتامين د اصلا بيعمل كهرمون في الجسم، كمان بيساعد على زيادة انتاج هرمون الاستروجين. ده كمان فيتامين د مهم جدا للمشاكل اللي ممكن تحصل سواء الاكتئاب او الانفصام او الزهايمر او تغيرات المود او تغيرات المزاج. طبعا
طبعا اقوى مصدر لفيتامين د وهو اشعة الشمس. عايزاك تتعرض كل يوم من ربع لنص ساعة لاشعة الشمس، لكن قبل الساعة 12 ظهرا. طيب لو احنا في يومنا مش بنتعرض للشمس، ممكن نحصل عليه من الاغذية، زي مثلا لو اخدنا 100 جرام من السلمون، وده بيحتوي على 526 وحدة دولية، وده تقريبا نص اللي انا محتاجاه يوميا من فيتامين د. ده انت كمان لو اخدت ملعقة كبيرة من زيت كبد الحوت، فانت كده اخدت 1300 وحدة دولية، يعني اصلا اكتر من الاحتياج بتاعنا. طيب واذا اخدناه في شكل كبسولات، يبقى هنستخدمه في شكل 10000 وحدة دولية، لكن نحاول نضيف عليه فيتامين كي بتركيز 100 ملي جرام يوميا، وده بنستمر عليه بحد اقصى من شهر ل3 شهور. تعالوا اكلمكم عن الاعشاب اللي لازم نبدأ نستخدمها. واحدة من اهم واقوى الاعشاب وهو الجينكو بيلوبا. الجينكو بيلوبا هي واحدة من اقدم الاشجار الطبية اللي موجودة على مستوى العالم كله، من الاعشاب المهمة جدا واللي بتأثر على مستويات هرمون الاستروجين، وده بسبب حاجتين موجودين فيها. اول حاجة وهي مركبات الفلافونويدز. المركبات دي ليها خصائص قوية جدا كمضادات للأكسدة. تاني حاجة التربونويدات، ودي حاجات ممتازة لأنها بتحسن بشكل كبير من الدورة الدموية. هي موجودة في شكل كبسولات في نفس اسمها، حسب لكم هنا في مصر أو هنا بره مصر. تاني عشبة وهي المورينجا. شاي المورينجا بيساعد على موازنة الهرمونات الأنثوية عند النساء، والكلام ده خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث. ده بيساعد كمان في تنظيم الغدة الدرقية والتحكم في فرط نشاط الغدة الدرقية. آخر نوع في الأعشاب وهو العرقسوس. أحدث الدراسات وجدت إن العرقسوس ساعد بشكل كبير جدا على تحسين مدة الهبات الساخنة عند النساء بعد سن انقطاع الطمث. وبكده وصلنا لآخر جزء في الحلقة، وهو طرق طبيعية علشان تقدري تحافظي على مستوى هرمون الاستروجين عالي في الجسم. أول حاجة نظام الحياة بتاعك، تابعي نمط حياة صحي، يعني حاولي تبتعدي عن كل العادات الخاطئة، سواء كان التدخين أو سواء كان الأكل السريع أو الأكل المقلي، كمان السهر وقلة النوم والإفراط في تناول الكافيين. طيب قدام كده لازم نزود العادات الصحية كويسة، يعني ناكل أكل صحي، نحافظ على وزننا، نحاول نلعب رياضة سواء مرة أو مرتين في الأسبوع حتى لو كانت مشي. النقطة التانية، ابتعدي تماما وحاولي تبتعدي قدر الإمكان عن التوتر والقلق. التوتر والإجهاد العصبي من أكتر الحاجات اللي بتأثر على هرمون الاستروجين. حاولي تعملي رياضات تخفف من مشكلة التوتر، سواء مثلا كانت يوجا أو أي حاجة خفيفة، أو حتى إنك تمشي في الهواء الطلق، أو إنك مثلا تشربي مشروب يساعد على استرخاء الأعصاب زي مثلا الكامومايل أو البابونج. أتمنى أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة وقدرت أقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها، ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان أكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات اللي هقدمها أول بأول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن.